انا في الدار معروف بزاف بلي كراب وشوكولا، ومره على مره في الويكاند لازم نديرهم، وما كاش كيفاش ما نبارطاجيش معاكم لا غويسات اللي درتهم بيستاش كراميل. السلام عليكم لعشاق الشوكولا، ديروا هاد لاباري تاع لي كراب وعينيكم مغمضين. وكنت بارطاجيتها معاكم من قبل ودارت حاله تجي خفيفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبل تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في غيسيبيون، نديروا 3 حبات تاع البيض، نزيدوا معاهم 2 مغارف كبار تاع السكر، تقدروا ديروا 3، شويه تاع لافاني ليكيد ولا لافاني بودغ، قرصه تاع الملح، ونخلطوا غير بالفو. وزدت عليهم كاس ونص تاع الحليب، هذا الكاس يحمل 250 مليلتر، درت منه كاس ونص. وهنا نجي ندير عليهم مغرف كبيره تاع شوكولا تارتيني اختياريه، نخلط بالفوي ونزيد لهم 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، لازم يكون ذو نوعيه مليحه باش يجيكم الكو هايل. وبنفس الكاس اللي درنا به الحليب نديروا كاس تاع الفارينه، نخلط كلش بالفوي، ودرت لهم 3 مغارف كبار تاع الزيت، نكمل نخلطهم. وباش يخرجوا لكم لي كراب شابين من الافضل انكم تصفوهم بهذه الطريقه باش يخرج لكم هكذا القوام تاعهم ليس. غلفتهم ونخليهم في الفريجيدار يريحوا نص ساعه. انا كيما قلت لكم حنديرهم بدوغو كراميل بيستاش من عند طوبي. هنايا نجي نطيب لي كراب تاعي نورمال، ابخي نقلبها على الجهه هذه، ندير لهم شوكولا تارتيني طبقه تكون رقيقه. انا درت البانان، لازم نديروا البانان باسكو يحبوهم بزاف، ضرب البانان. حكمت الكراميل تاع الطوبي الغنيه عن التعريف الميور في المارشي، عمرتها بهذه الطريقه، نخليهم يتحمروا شويه من التحت، ودرت حبات بالبيستاش، كريم بيستاش تاع طوبي، اللون تاعها والذوق تاعها الهايل. غلقتهم هكذا وخليتهم يتحمروا شويه في المقله، بعدها نجي ندير لهم شوكولا تارتيني، وعلى حساب الكو درت لي زيكزاك بلا كريم بيستاش والكراميل بهذه الطريقه، تزينهم كيما تحبوا وتقدموهم وبصحتكم.